السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم يوميات ممكن. النهاردة جايلكم فيديو جديد. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة اقتصادية وسهلة جدا، مش تاخد معانا أي وقت، تطلع تحفة وتعملوها بالكمية اللي انتوا حابينها. تمام. معانا هنا اهو. تمام. معانا هنا بطاطس مسلوقة، ومعانا قرن فلفل على حسب ما انتوا حابين تزودوا او تحطوا خضرة براحتكم. بطاطس مسلوقة اي كمية، ومعانا بيضايه، ومعانا توم مفروم، توم قصدي، هنفرموه. تمام. ومعانا هنا الفيجيتار، اي نوع فيجيتار. انا عندي هنا بتاع ماي واي هنستخدموه. طريقه سهله جدا واقتصاديه، وهيطلع معانا حاجه تحفه جدا هتحبوها، اولادكم هيحبوها جدا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اهو يا بنات، فرمت التوم وقطعت كده قرن الفلفل صغير خالص. لو عندكم خضره وحابين تحطوها براحتكم. هبتدي بقى نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. اهو يا بنات، معايا كده طاسه على النار بالشكل ده، فيها شويه زيت. هبتدي انزل ايه بالفلفل والثوم والكزبره اهو بالشكل ده. هشوحها بس شويه، بعدين احط شويه كزبره. عايزه اقول لكم الكزبره بتديها ريحه تحفه اهي. شايفين؟ انزل بقى بالبطاطس بعد ما اتشوحت معايا كده بالشكل ده، عشان ايه اهرسها. هنزل كده واحده واحده بسم الله. اهو يا بنات، هنزل بطاطس واحده واحده واهرسها اهو، عشان ايه منزلش بقى كلها مره واحده، فايه كلكع مني. شايفين؟ ههرسها كلها كده واحده واحده، لازم وهي سخنه عشان تتهرس بسهوله. بصوا شايفين؟ عايزاها تكون ناعمه خالص اهو بالشكل ده. انا لسه ما حطيتش الملح ولا حطيت ما حطيتش غير الكزبره بس. حط بقى ملح وفلفل وكمون، ولو حابين شطه براحتكم. شايفين بتنعم ازاي؟ هكمل كده بقيه الكميه وارجع لكم. اهو يا بنات، حطيت رشه ملح وفلفل وكمون وايه، وهرسها كمان مره كده عشان التوابل تخش فيها. شايفين نعمت ازاي؟ هقلبها بس كده زي ما انتم شايفين، ويبقى كده خلاص. هسيبها بقى تبرد وارجع لكم تاني. بصوا يا بنات نعمت ازاي. شايفين؟ لازم تكون ناعمه معاكم بالشكل ده اهو. شايفين ما شاء الله؟ هنزل بقى عليها بشويه من فيجيتار. انا كل ده طفيت النار خلاص، مش محتاجه النار دلوقتي في حاجه. هنزل عليها كده بشويه من فيجيتار، حوالي 3 أو 4 معالق كده من الفيجيتار، او لو باكو صغير عادي. شايفين؟ كل ده لسه ما حطيتش البيضه احطها بس في الاخر اهو. هسيبها بقى تهدى عشان اعرف ايه احط البيضه اهو يا بنات. بعد ما سبتها هدت شويه، بصوا هنزل بقى عليها بالبيضه بسم الله.
بالشكل ده، وهقلب كويس لغايه لما ايه احس ان البيضه دخلت في كل البطاطس بتاعتي اهو. شايفين؟ هقلبها كويس وارجع لكم تاني. اهو يا بنات بعد ما خلطتها بالشكل ده، شايفين؟ هجيب بقى طبق وابتدي ان انا ايه اعملها اي شكل انتوا حابينه براحتكم. اهو يا بنات هدهن بس ايدي دهنه من الزيت، واخد كده حبه، نعملها مدوره كده اهو. الحجم بقى اللي انتوا ايه حابينه اهو. حابين بقى تعملوها وتحشوها براحتكم اهو. عايزه اقول لكم بيبقى طعمها تحفه. ممكن تحشوها لحمه مفرومه، ممكن تحشوها خضار، ممكن تحشوها جبنه براحتكم اهو. عايزين تعملوها دواير كده، عايزين تعملوها صوابع، الشكل اللي انتوا حابينه اهو. بالشكل ده هكمل كده بقيه الكميه وارجع لكم تاني. اهو يا بنات بعد ما عملت الكميه كلها زي ما انتم شايفين، بصوا ما شاء الله عملت معانا كميه كبيره اهي. هنشوف بقى دلوقتي، يلا بينا عشان نقليها مع بعض. اهو يا بنات بعد ما الزيت بتاعي سخن، حطيت كده شويه زيت مش كتير، وابتدي انزل واحده واحده. بسم الله. شايفين؟ بسم الله. اهو يا بنات مليت الطاسه معاكم بالشكل ده، شايفين؟ بصوا بسم الله. شايفين خدت لون ازاي؟ بالراحه كده وانتوا بتقلبوها عشان ايه ما تفكش منكم. هي ان شاء الله مش هتفك يعني، عشان انا مجرباها قبل كده وطلعت تحفه. بصوا اهو. برجع دي بس كده تاني. تحمر شويه وارجع لكم تاني. اهو يا بنات بصوا شايفين اللون تحفه ازاي اهو، ومش بتشرب زيت وطعمها خطير اهو. هطلع كده اللي اتحمروا معايا دول. بصوا اهو يا بنات طلعتهم. احط بقيه الكميه. بسم الله اهو. هكمل كده الباقي بنفس الطريقه وهرجع لكم تاني. اهو يا بنات بعد ما خلصت الكميه كلها، عايزه اقول لكم طعمها خطير وتحفه، ومن جوه طريه كده ومقرمشه من بره. بصوا الحلاوه، شايفين؟ ما شاء الله اهو. عملت معانا كميه كبيره وحلوه. بصوا شايفين؟ بجد طعمها تحفه اهو. عملت كده وردة من الطماطم. بصوا شايفين الطبق بقى شكله خطير ازاي؟ هيعجبكم جدا وهيعجب اولادكم. جربوه بقى قولوا رايكم. وبجد بصوا عايزه اوريكم حاجه. بصوا الطاسه، شويه الزيت اللي انا حطيتهم ما شربتش اي زيت، يا دوبك بصوا استوت على حبه الزيت اللي انا حطيتهم، وما حطيتش زيت تاني خالص. حلوه قوي، هتعجب اولادكم وهتعجبكم جدا. جربوها بقى قولوا رايكم. ما تنسوش لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. وعايزه اوريها لكم كده من جوه. بصوا ما شاء الله. سامعين؟ سامعين من بره مقرمشه ازاي؟ بصوا بصوا من جوه
ممكن بقى تحشوها الحشوة اللي انتوا حابينها. بجد طعمها خطيرة، جربوها بجد وهتدعولي، واقتصادية جدا. وعملناه من فيجيتار وحبة بطاطس وقرن فلفل وفص توم. بصوا مكونات موجودة في اي بيت. لو مش موجود عندكم فيجيتار هتجيبوا باكم من اللي هو الصغير ده، حلو جدا. وبضايه. يا ريت بقى تكون الطريقه عجبتكم، متنسوش لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.